السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد أو ماكس من قناة خالد كيوكس 2. واليوم راح نجرب صندوق الأغاني أو اللي هو المسجل هذا الجديد. طبعا الآن نازل تقدر تجربه وكل شيء وتشوف وش وضعه، فأنا راح أجربه قدامكم. فأتمنى من كل واحد يشوف المقطع هذا مو مشترك بالقناة يضغط على زر الاشتراك وبرضو اللايك، وتاخذ المقطع وتنشره في جروبات فورتنايت في كل مكان. وقبل لا أبدأ عيال، جايب لكم قناة آي خالد مسوي لكم جيف أواي الفايزين على حزمة المتجمد اللي هي 3 سكنات ليجندري. راح يكون في فايزين. طريقة الاشتراك سهلة جدا، راح احط لكم رابط قناته تحت في صندوق الوصف، تضغطون على رابط قناته راح يوديكم للمقطع في قناته هناك، اشتركوا في قناته وبرضو اكتب كومنت عنده في قناته هناك في المقطع. اكتب اي كومنت اي تبغاه، وبعدها سنابك او انستغرامك او رقم جوالك حتى يتواصل معك اذا فزت. وبالتوفيق للجميع. والحين خلونا ندخل على الكرييتيف ونجرب صندوق الاغاني هذا. واي صح، آه راح احط لكم كودي حق الايتم شوب قدامكم. ابغاكم آه يعني تحطونه بالايتم شوب عندكم وتدعموني وكذا وما تقصرون، فهذا هو قدامكم. اوكي يا عيال، الحين خلونا نجرب الصندوق الاغاني. وثواني بس. اوكي هذا هو. بسم الله. خلينا نشوف. اوكي حلو جميل. خلونا نجرب نحط بنايات عليه. هو مكتوب تحت في الديسكريبشن حق صندوق الاغاني انه يدمر البنايات والامور هذه. فيعني اكتبونا تحت في الكومنتات اذا تشوفون له داعي ولا لا. بالنسبة للناس اللي جربوه اكتبونا رايكم بكل صراحة، يعني تشوفون له داعي ولا ما له داعي، ولا حق تخريب. يجيك واحد يبني فوق وتجي انت تدمر عليه، ترمي بس من تحت هنا ويدمر عليك البنايات كاملة. اكتبونا تحت برضو في الكومنتات اذا انتم جربتوه ولا لا. طيب خلونا نشوف اذا هو يدمجني ولا لا. بسوي حركة بحذف واحط التيم الثاني. ثواني. اوكي خلينا نكون مجهزين. لا ما نقدر نجهز. المهم خلينا نحذف. اوكي اوكي هذا كان هنا. راح تدمر. المهم ما علينا. اكتبونا تحت في الكومنتات اذا هو يدمج الاشخاص ولا لا. ممكن ما يدمج، الله اعلم. ممكن بس حق البنايات. انا على حسب اللي قريت انه حق البنايات بس ما ادري والله اذا هو راح يدمج اللاعبين ولا لا. خلينا نشوف السيارات برضو اذا هو يدمج السيارات ولا لا. اوكي حلو حلو. يدمج السيارات، يعني هذا بس تحطه في تلت التاورز يدمر لك تلت التاورز كاملة. مو يدمر لك كاملة يعني، بس المنطقة اللي عندها. ف اكتبونا برضو تحت اذا تشوفون له فايدة مرة ثانية، لان الصراحة احس انه يعني ما هو ذاك الزود. تحس انه بس ياخذ مساحة من حقة الاسلحة. واذا والله عاد كان عندك مساحة حقة الاسلحة ممكن تاخذه وتخرب على الناس بناياتهم والامور هذه في اي طور سولو ولا بلاي جراوند بعد. فبس عيال، هذه التجربة. أتمنى تنال إعجابكم، واكتبونا تحت بالكومنتات وش السلاح اللي ودكم يضيفونه إلى لعبة فورتنايت باتل رويال. أي سلاح تبغونه ينضاف إلى لعبة فورتنايت من أي لعبة ثانية. وأنا أدري إنكم تشوفون البنك عالي، ما أدري الصراحة، ممكن في أحد قاعد يحمل عندي أو شيء زي كذا. المهم ما علينا. هذه التجربة، أتمنى تنال إعجابكم. واكتبوا لنا رايكم بشكل كامل عن الصندوق هذا حق الاغاني، هل تشوفون له داعي ولا لا. وبس، كان معكم خالد او ماكس من قناه خالد كيوكس 2. وبرضو يا عيال لا تنسون الجيف اواي حق قناة اي خالد. رابط قناة راح تكون تحت في صندوق الوصف. اشتركوا بالجيف اواي وبالتوفيق للجميع وبيس اوت. واي صح، لا تنسون الكود حق الايتم شوب. راح يطلع لكم قدامكم بالشاشة الكود حق الايتم شوب. اكتبوه في الايتم شوب وما تقصرون. وبيس اوت.